الله ينجيكم منها ومن كل كرب. يا لها من آية عظيمة تفيض على القلب سكينة ويقينا، وتبث في النفوس الأمل مهما ادلهمت الخطوب، وتخبر المؤمنين أن لهم ربا عظيما قادرا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. تأمل قول الله تعالى: ومن كل كرب. لم يقل من بعض الكرب ولا من أشد الكرب، بل قال من كل كرب. كل كرب تعرفه وكل كرب تجهله، كرب المرض وكرب الفقر وكرب الدين، أو كرب الخوف وكرب الفقد وكرب الحيرة وكرب الفتن وكرب الهموم التي تضيق بها الصدور وتضطرب لها القلوب. قد يستطيع الإنسان أن يعينك في أمر أو يخفف عنك مشكلة أو يفتح لك بابا من أبواب الفرج، لكنه يبقى عاجزا أمام كثير من الكروب. أما الله سبحانه فهو وحده الذي يملك النجاة من كل كرب، لأنك تتعامل مع رب السماوات والأرض، مع الملك القادر الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. هو سبحانه الذي